شاء الله صلي على حبيب قلبك كتيب. انا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يوميه واسبوعيه. ميزانياتي بتبتدي من اول 200 جنيه لحد 3000 و4000، وكل الميزانيات والاسعار اللي بتجيلي بعملها لك. انا ممكن اكون بتاخر عليكي شويه بس فعلا بعملها، والاكيد اني بجيب لك اقل الاسعار واكتر اصناف موجوده في السوق. بنزل وانا تعبانه عشان كل يوم انزل لكم فيديو جديد، اذا كان لاكل او روتين او حتى ميزانيات للتوفير. صلي على الحبيب قلبك كتيب وتعالى اقول لك انا جبت ايه. جبت كيس البسله ده من الست الخضريه، كان عامل 25 جنيه، في حين والله انا كان ممكن اجيب كيلو الا ربع بسله و5 جنيه جزر، وكان هيقعد معايا حبه حلوين وهيديني كميه اكتر من اللي في الكيس ده. وجبت نص كيلو رز ب 12 جنيه، الرز ب 24 جنيه لحد 30 جنيه، انا جبت ب 24. وجبت نص كيلو شعريه ومش هستخدمه كله، نص كيلو شعريه ب 11 جنيه. كل اللي احنا هنستخدمه في التتبيله دي ملح وفلفل والسبع بهارات وورق لورا، لو بودر بيكون احسن كتير. تقدري تطبخي بمرق مكعب مرقه زي ما انا هعمل. عندك وراك اعملي. انا للامانه كان عندي وراك وكان عندي اجنحه، فصراحه قلت ليه طالما عندي ليه ما اعملش. بس انت تقدري تعملي الاكل ده بدون فراخ اصلا. تقدري كمان تعمليه بالاجنحه ب 30 جنيه، نص كيلو مثلا اجنحه، ايا كان امكانياتك. تقدري تعمليه بمرق الدجاج، بمكعب مرق الدجاج، ايا كان. اسعي حاولي ان شاء الله هتقدري. مفيش بيت بيخلى من المشاكل، الاسعار غاليه علينا كلنا. انا هنا قررت ان انا اعمله معاكي بمرقه الدجاج، وقلت هتبل الفراخ دي واشيلها اعمل بيها بكره صنف تاني. بس التتبيله دي هتفرق معاكي في حاجات كتير. انا جبت الوركين، جبت وركين اتنين، عملت الورك على 4، شلت الدبابيس والصفح باقي الورك. وهبدا احشي بما اني عامله البصل زياده يعني عشان كنت عامله حساب اعمل فراخ. هبدا احشي التتبيله دي بالفراخ. عايزه اقول لك الفراخ لو عندك حطها في الفريزر جايباها بقالها اكتر من شهر، لو الاسعار بتبقى رخيصه بس كلنا بنجيب كميه ونقعدها في الفريزر. اعمليها، طلعيها، تبليها بالطريقه دي. والله العظيم ما حد هياخد باله ان الفراخ دي مركونه عندك في الفريزر ولا مجمده حتى. بتديها تسكيره مفيش احسن من كده. الرواله اللورا احسن انك تجيبيه بودر. انا بجيبه من كارفور بس مش طول الوقت بيبقى موجود عندي، بما اني كارفور مشوار وما بروحش عشان اجيب ورق لورا. بس انا من الناس اللي لو رحت قلت مثلا اجيب حاجه واحده الاقي نفسي بسحب واجيب، فاما بنزل على قد الفلوس، فلوس قليله، يا اما بنزل اجيب كل حاجتي. بقى شوفي انت اللي يناسبك. بس جربي البودر، موجود في كارفور، ما لقيتوش في اي حته غير في كارفور. ده بالنسبه للورق اللورا البودر. وكيس البسله ده كان عامل قدامك طبق اهو، ده انا وزنته تقريبا كان عامل 350 جرام، وتقريبا 100 جرام بسله و250 كانوا جزر. بس ما علينا، انا هخزنها ولسه هنزل لك الفيديوهات هتعجبك ان شاء الله. ابداي خزني حتى ب 20 جنيه. لو كيلو بسله، حتى لو كيلو سبانخ، ايا كان انت تقدري تخزني ايه. المهم ابداي خزني خلاص. الجوافه انا كنت مخزناها معاكم ب 8 جنيه، اتفاجئت في السوق ان هي ب 30 جنيه. والله يا بنات خزنت شويه جوافه في عز ما كانت ب 8 جنيه عشان نفطر بيهم في رمضان. ينعاد علينا وعليكم بالف خير يا رب. انا تبلت الفراخ اللي عندي او الوركين، وباقي البصل اللي انا تبلته برضو قلت اشوحه مع معلقه توم. وهبدا اجهز بقى ايه الخضار بتاعي اللي انا هعمله، نفس التتبيله، 7 بهارات، ملح، فلفل اسود. وهنزل بيها في حله المرقه اللي انت شايفاها على جنب دي. والبصل اول ما ريحته تطلع ويتشوح كده وريحته تملى البيت زي ما بيقولوا، ابداي انزلي بالبسله. البسله او اي خضار لما تبداي تشوحيه معلقه السمنه والزيت مع البصل، عايزه اقولك والله اكلك بتاخديه في حته تانية خالص. تركات بسيطه لو عملتيها هتقدري تستغني عن الفراخ واللحمه. اه الفراخ واللحمه مهمين في حياتنا، بس طبعا ربنا عالم بظروف كل بيت. انا واحده بعمل اللي يناسب بيتي. انا بنزل لك الفيديو، عجبك كملي، ما عجبكيش خدي فكره. مش لازم، مالكيش دعوه بالاسعار طالما الاسعار من هنا لهنا مختلفه. الاسعار في كل حته في كل مكان مختلفه عن المكان اللي قبله. انا شوحت البسله مع الجزر مع البصل المتبل، ريحتها هتبدا تطلع معاكي. مكعب المرقه ارجع افكرك تقدري تطبخي بمكعب مرقه عادي جدا، محدش هيقول لك انت بتعملي ايه طول ما بابك مقفول عليكي. جبت نص كيلو طماطم، خدت 3 ارباع، والله شلت طماطميتين على جنب بما ان كيس البسله كان صغير.